المكرونة بالوايت صوص والجمبري على طريقة المحلات، وهنعملها احلى كمان من المحلات، وهنضيف عليها الجبنة الموتزاريلا. وطبعا يعني الشكل بتاعها بيتكلم عن نفسه. ولو اول مرة بقى بتشوفي قناتي انا مطبخ يسرا، اعملي اشتراك ولايك وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ويلا نشوف الطريقة ازاي. اول حاجة هنا هنسلق المكرونة في حلة على النار فيها مية مغلية. ضفت هنا هوت ملح، وضفت نص كيلو من المكرونة. الكيس ده نص كيلو. وبعد كده هضيف نص كيلو تاني، بس مش هاخده كله، هضيف بس نص الكيس بتاعها، وهديها كده تقليبة. وهسيبها بقى من مدة 6 دقايق ل7 دقايق لحد ما تستوي معايا، بس ما تسويهاش قوي. هناخد بقى من المية بتاعت السلق بتاعت المكرونة كده كوباية، ونشيلها على جنب. ودلوقتي هنشوف هنعمل بيها ايه. هطفي بقى عليها واصفيها واديها شطفة وهركنها. هنا بقى هنعمل مع بعض الجمبري في طاسة كده هوت على النار، وفيها زيت وفيها كام مكعب كده من الزبدة. هسيبهم يسخنوا كويس مع بعض. وبعد كده هنضيف عليهم بصلاية صغيرة كده متقطعة برضو صغير اهيت. وهقلبها بقى، هديها كده تقليبه، وهخليها كده لحد ما لونها هيبتدي ان هو هيصفر كده معايا. وهنزل عليها زي ما انتوا شايفينها اهي، هنزل عليها كده بفصين من الثوم مفرومين. هقلبهم مع بعض، واول كده ما تشم ريحه الثوم هنكون بقى مجهزين هنا اهوت مع بعض الجمبري. وشايله طبعا بوريكم الكيس الرمل منه، وبشطفه كويس بقى وبصفيه. هنضيف البهارات بتاعتنا ملح وفلفل اسود وبابريكا بس، علشان ما نغيرش الطعم بتاع الاكله بتاعتنا النهارده. وهديله كده تقليبه، وهسيبه بقى لحد كده ما هيستوي، يدخل معانا في السوا ولونه كده يغير، يبتدي يغير زي ما انتوا شايفينه. هنا بقى ضفت فلفل الوان احمر واخضر واصفر، وهديلهم كده تقلبتين مع بعض. وهسيبهم بقى لمده دقيقتين كده لحد ما الجمبري يكمل سواه. خلاص كده استوى. هبتدي بقى ان انا هشيلهم من الطاسه، وهنشوف بقى الخطوة اللي بعد كده في نفس بقى الطاسة ونفس كل الحاجات كده. والطعم بتاع الجمبري بتاعنا هنضيف زيت تاني، وهنضيف هنا هو زبدة كده. احنا هنعمل الوايت صوص. وهضيف هنا 5 معالق كبار من الدقيق. وهبتدي ان انا هقلب كده الدقيق زي ما انتوا شايفين. واول كده ما تشمي ريحه الدقيق معاكي بس هو تحرقيه. هنبتدي بقى، بصوا هنا كده خلاص لونه عمل معانا اصفر كده شويه. هبتدي ان انا هنزل باللبن، كيلو الا ربع من اللبن. ايد تبقى بتقلب وايد بتنزلي باللبن عشان ما يعملش معاكي اي تكتلات كده، وتقلبي كويس جدا. هنا بقى الكوبايه بتاعه اللي هي سلق المكرونه. هنا بقى احنا ضفناها علشان دي اللي هتربط معانا كده الوايت صوص بتاعنا. وضفت كده ربع كوبايه من الكريمه. يعني هي كانت موجوده عندي، متاحه عندك ممكن، مش متاحه مفيش مشكله. وهنضيف كده الجمبري بالفلفل الالوان. وهنضيف كمان هنا ملح وفلفل اسود وبابريكا، وتخلي بالك من الملح عشان احنا ضفنا ملح قبل كده. وبعد كده وضفنا بقى الجمبري زي ما قلنا. وهنا بقى ايه، ابتدوا ان هو كده يغلي كده مع بعضه الوايت صوص بالجمبري. هنضيف بقى والبهارات اللي حطيناها. هنا هنضيف بس الجبنه الموتزاريلا، هنا برضو بتديها كده مطه. هنبتدي بقى نضيف كده المكرونه. وهبتدي كده ان انا ايه هقلبها. وهرش كده من على الوش جبنه موتزاريلا تاني برضو، هديها كده تقليبه. وهسيبهم بقى كده لمده دقيقتين يغلوا كده على النار زي ما انتوا شايفينها اهي. وبس كده. وهديها بقى زي ما قلنا تقلبتين كده. وبعد كده هسيبها لمدة دقيقتين كده على النار، كله ياخد كده من طعم بعضه. وبعد كده بقى بكون مجهزة الطواجن بتاعتي. انا عملت هنا طاجن كبير وطاجنين صغيرين منها. وهبتدي احط كده من على الوش الجبنة الموتزاريلا. وهكون مسخنة الفرن. هكون يعني مشغلة الشواية، بس مش هشغل من الفرن من تحت ولا حاجة، انا هحطها تحت الشواية على طول. تمام. وهي بقى تطلع كده معاكي بقى بالجمال دوت كده. بصوا المطة بتاعت الجبنة عاملة ازاي، وشكل الجمبري والمكرونة. الطعم بتاعها طلع تحفة جميلة جدا، واحلى وانضف من بره بكتير. وحاجة ضامنينها بقى وعاملينها في البيت. وطبعا بصوا انتوا شايفينها، يعني شكل المكرونة بالجمبري بالجبنة بتتكلم عن نفسها. وبقولوا لي بقى في الكومنتات عايزين نعملوا ايه وصفات تاني مع بعض الفترة الجاية ان شاء الله الفيديو الجاي. واستنوني في فيديوهات كتيرة. مع السلامة.